يا نفس قد أزف الرحيل وأظلك الخطب الجليل، فتأهبي يا نفس لا يلعب بك الأمل الطويل، فلتنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل، وليركبن عليك فيه من الثرى ثقل ثقيل، قرن الفناء بنا جميعا فما يبقى العزيز ولا الذليل. أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصيا؟ لو أن المرء لم يلبث ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. قال جل جلاله: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أرأيتم قلبا أبويا يتقبل أمرا يأباه؟ أرأيتم ابنا يتلقى أمرا بالذبح ويرضاه، ويجيب الابن بلا فزع: افعل ما تؤمر أبتاه. لن أعصي لإلهي أمرا من يعصي يوما مولاه، واستل الوالد سكينا واستسلم ابن لرداه، ألقاه برفق لجبين كي لا تتلقى عيناه، وتهز الكون ضراعات ودعاء يقبله الله، تتضرع للرب الأعلى أرض وسماء ومياه، ويجيب الحق ورحمته سبقت في فضل عطاياه، صدقت الرؤيا لا تحزن يا إبراهيم فديناه. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النذرة كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة. ابحث وقل من ذا الذي يخرج منها الثمرة، ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة، ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. سل الواحة الخضراء والماء جارية، وهذا الصحاري والجبال الرواسية. سل الروض مزدانا، سل الزهر والندى، سل الليل والإصباح والطير شادية. سل هذه الأنسام والأرض والسماء، سل كل شيء تسمع التوحيد لله سارية. ولو جن هذا الليل وامتد سرمدا، فمن غير ربي يرجع الصبح ثانية. أإله مع الله؟ عيب قوي تأتي للصلاة في فتور وكأنك قد دعيت إلى البلاء، وإن أديتها جاءت بنقص لما قد كان منك من شرك الرياء، وإن تخلو عن الإشراك فيها تدبر للأمور بالارتقاء. ويا ليت التدبر في مباح ولكن في المشقة والشقاء، وإن كنت المصلي يوما بين خلقه أطلت ركوعها بالانحناء، وتعجل خوف تأخير لشغل وكأن الشغل أولى من لقاء، وإن كنت المجالس يوما أنثى قطعت الوقت من غير اكتفاء. أيا عبد لا يساوي الله معك أنثى تناجيه بحب أو صفاء. يا